واش فراسكم بان اللي عنده الفلوس ودار شي جريمه ما باقيش غيدخل الحبس؟ هادشي قالوا السي وهبي وزير العدل. سمعوا مزيان شنو قال. واحد رجل اعمال دار جريمه، الا ديتو للسجن وعنده الشركه فيها 200 واحد غادي يطيح ديك الشركه غادي تنتهي. عنده شيك بدون رصيد غادي يدير السجن ما يتخلص حتى شي شكل، هذا هو اللي جاي يجي من بعد. ولكن حتى دير ليه واحد براسه الكترونيك تنقول ليه غادي تمشي من الدار للخدمه ديالك للمكتب ديالك. في الاورديناتور عند الشركه والمؤسسه اللي متبعه تيبان ليها بالرقم ديالو غادي كيتمشى. الا خرج من هذاك الخط اللي عطاه القاضي كيردوه للحبس ديك الوقت. وانت المرأة قال لك يا سيدي انت اذا عندك الفلوس ودرتي شي جريمه فما غاديش تدخل الحبس. شنو خصك دير؟ غادي تخلصينا واحد المبلغ مقابل ديك الجريمه اللي درتي وغادي تخرج. علاش؟ لان الا شديناك انت عندك فلوس، عندك شركه، عندك فلوس وشديناك في هذا الحبس هذا ما غاديش نستافدوا منك. بالعكس قال لك سيدي دوك الناس اللي خدامين معاك في الشركه غادي يتشردوا غادي يضيعوا، لان الشركه ديالك فاش غتخرج انت من الحبس غادي تسد، ما كاين اللي غادي يسيرها. وبالتالي اللهم تعطينا الفلوس وتخرج تقابل الشركه ديالك بدل ما نشدوك في الحبس ونخلوا الناس اللي كانوا خدامين معاك يتشردوا ويمشوا للشارع. شنو بالكم؟ واش هذا قرار مزيان؟ نشوفوا قرار اخر وهبي خدام عليه حتى هو، قال لك سيدي غيديروا من بين اجراءات اللي غتكون في المحكمه. اذا استمعوا. عندنا مثلا واحد الشخص يعتدي على الزوجه ديالو كيضربها، قلنا له ما تبقاش تمشي للدار تنحلوا هذا المشكل. كنديروا له براسي الكترونيك باش غير كيقرب للدار كيتبلغوا الامن وكيجيو تيبان بانه غادي الاتجاه ديال الدار ديالو. انا هذاك شكون كيعيط الامن كيمشيو الامن بسرعه باش يعتقلوه. اسمع مزيان، انت اللي كتعدى على المراه ديالك. قال لك يا سيدي الا تعديتي على المراه ديالك ومشات شكات بك، اول حاجه غنديروا لك هي غنديروا لك واحد السوار في اليد ديالك، يعني واحد البراسلي في اليد ديالك، هذا السوار الكتروني، وغادي نحدد لك واحد المنطقه، يعني المنطقه اللي فيها الزوجه ديالك الدار ديالها ما غاديش تدخل لها، غادي نبقاو نراقبوك. فاش فين ما مشيتي قربتي للمنزل اللي فيه الزوجه ديالك غادي تبان لينا او غتبان ديك الشركه اللي مكلفه بالمراقبه بانك راه قررتي لهذا المنزل هذاك، بالتالي غيجيك البوليس يعتقلوا. يعني رد البال مزيان، هذا الاجراء غادي يبقى قال لك حتى نشوفوا نحلوا المشكل اللي بيناتكم. ديك الساعه غادي نزعوا داك السوار او داك البراسلي. الان كاينه كاع وسيله اخرى عطوها لنا واحد الشركه، واحد الاله صغيره تحسبوها بشي 10 درهم في النهار، كديرها المراه في جيبها ولا في الصاك. الا شافت الراجل ديالها كيعتدي عليها او الشخص كيعتدي عليها يمكن تضغط عليها مباشره، الشرطه تعرفها فين كاينه وكيجيو ديك الساعات. وانت المراه الا كتعدى عليك الزوج ديالك راه كاينه واحد الجهاز صغير غادي نعطوه ليك وديريه في الصاك ديالك ولا في البصم ديالك، يعني غادي يبقى ديما حداك. وقت ما الراجل جا يتعدى عليك ولا تعدى عليك غادي تورك عليه، والشرطه او البوليس غادي يحضروا في عين مكان وغادي يعتقلوه بالزربه. اذا هادو هما الاجراءات اللي غادي تاخذ السي وهبي وزير العدل. بلاتي كاين واحد الاجراء اخر. سمعوا شنو قال عاوتاني السي وهبي. الناس اللي كيجيو للمحكمه فيهم السكر، كيجيو لنا نساء ورجال كيسمعوا ولادهم تحكموا ب 20 سنه 15 سنه وكيطيحوا سخفانين وكيطيحوا. شكون اللي غادي يهتم بهذه الفئه هذه؟ كان عندنا واحد النقاش نهار قلت لهم بان غادي نديروا مستوصف في المحكمه. قبل الضجه كيفاش غديروا مستوصف في المحكمه؟ علاش حنايا عندنا السبيطار عندنا محكمه؟ ولكن راه كيجونا المعتقلين المرض، كيجونا راه حنا كنعاقبوا لا دار الجريمه، ماشي كنعاقبوا والديه ولا ولادو ولا مراته. وبناء عليه خصنا نفكروا في هذه المواضيع، وهذا المستصف يكون مرتبط بالمساعدين والمساعدات الاجتماعيات. بدينا في الرباط والدار البيضاء وفي فاس، وغادي نمشيو لجميع المدن. وتنشكر انا وزير الصحه. الرباط عطانا طبيب وطبيبه وجوج الممرضين، عطانا في فاس، وغادي يعطينا الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي يعطينا في الدار البيضاء. هذا اجراء مزيان. قال لك سيدي الانسان فاش كيمشي للمحكمه مثلا وكيتحكم عليه بشي حكم اللي هو كيكون قاسي، شنو كيوقع؟ العائله ديالو كتصاب بانهيار، ممكن كاين اللي كيطيح سخفان ولا كاين اللي كيوقع له شي ازمه نفسيه. بالتالي هذوك الناس اللي كيكون بطبيعه الحال العائله ديالو خاص يكون ضروري قريب ليهم المسعف او الطبيب اللي خاصو يدخل على وجه السرعه. وبالتالي المحكمه خاص يكون فيها مستشفيات باش يكونوا
واجدين وقت ما وقع شي مشكل بحال هكا غادي يدخلوا اذا هذوك الاطباء. والحقيقه اجراء مزيان، ولكن حنا الحقيقه لو كان طلب من وزير الصحه يوفر اطباء بكثره، لان حنا المستشفيات ديالنا ما كنتلاقاوش فيهم اطباء، يعني خاصهم يكونوا في الاماكن ديالهم ما كنتلاقاهم، اذا تما فين خاصهم يكونوا اطباء بكثره الممرضين.